في يوم من الأيام كان في شاب اسمه كريم. كريم كان شغال شغلانة بسيطة ودايما حاسس إن دخله واقف مكانه. الحياة كانت ماشية بنفس الروتين الممل والتغيير بعيد، لحد ما قابل راجل كبير في السن كان دايما مبتسم وهادي. الراجل قال له: يا ابني، في 3 عادات لو عملتهم سنة كاملة مش هتتعرف على حياتك. أول عادة: سجل كل جنيه داخل وخارج. كريم بدأ يكتب كل حاجة بيصرفها بالملي. اكتشف إنه كان بيصرف في حاجات ملوش لازمة تماماً، ومجرد ما عرف الدخل زاد من غير ما يزود شغل. ده الذكاء المالي. تاني عادة: كل يوم اتعلم حاجة جديدة 10 دقايق بس. بدأ كريم يتعلم مهارات جديدة ليها علاقة بشغله، وبقى أذكى وأكفأ بكتير في ظرف شهور بسيطة. النتيجة: كريم اترقى في شغله وبقى مسؤول أكبر. تالت عادة: الالتزام. لو وقعت يوم قوم تاني يوم. الاستمرارية هي المفتاح. مفيش حاجة اسمها الكمال، في بس المحاولة كل يوم. سنة عدت على كريم وهو ملتزم بالثلاث عادات البسيطة دي. سنة عدت والدخل فعلا اتضاعف. القصة ببساطة: التغيير مش بالسحر، التغيير بالعادات. العادات دي هي اللي فرقت بين كريم زمان وكريم دلوقتي في قصص نجاح مالي. لو القصة عجبتك وعايز تعرف تفاصيل أكتر عن إدارة الفلوس، ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق عشان نستمر في نشر قصص نجاح مالي.